السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم في القناة. ابن الراحلة الفنانة العظيمة نعيمة سميح يهدد للجوء إلى القضاء. هانتوما غتشوفوا شنو وقع وشنو كاين. خليكم معايا في الفيديو حتى الأخير. كما كتعرفوا أن الفنانة عاد ماتت يعني في هذا الشهر هذا ديال رمضان، وجرح ديال الابن ديالها مازال جديد، يعني مازال مسكين، يعني في واحد الحزن، في واحد لانه الاب ديالو توفى والام ديالو توفات، يعني راه ما عنده حتى حد في الدنيا من غير الله سبحانه وتعالى، والعائله ديالو القرب ليه طبعا. مؤخرا يعني في اوروبا باغيين يديروا تكريم الفنانه، وهو يعني مازال مجروح على قبل الام ديالوش من تكريم السيد، انه مازال مجروح على قبل الام ديالو. ايضا الفنانين كيغنيو الاغاني ديال الفنانه، كاين اللي كيتقنها، كاين اللي كيتقن الاغاني ديالها، كاين غير اللي كيتعدى عليهم. مؤخرا الابن ديالها يعني هو اصلا بعيد كل البعد على السوشيال ميديا، وهو ظريف صراحه، ما عمرنا شفنا منه شي حاجه ديال العيب، ولكن من حقه انه يدافع على الام ديالو، يعني من حقه انه يدافع على اي حاجه كتعلق بالام ديالو، الله يرحمها ويوسع عليها يا ربي. مؤخرا فنانات يعني غناو الاغاني ديالها، كاين اللي تقنهم، كاين اللي ما كيتقنهمش مزيان، كاين منهم الفنانه دنيا باطمه، منهم الفنانه سعيده شرف، منهم بزاف عدد من الفنانين اللي غناو الاغاني ديال الفنانه نعيمه سميح. ولكن هو كيقول عنده راي اخر. هانتوما خليكم معايا شنو قال. ابن الراحلة نعيمة سميح يهدد باللجوء إلى القضاء في حال تم استغلال اسم أو أعمال والدته دون الرجوع إليه. بطبيعة الحال الفنانة نعيمة سميح خلات ولدها للناس، أي فنان باغي يغني الأغاني ديالها أو باغي يقلدها خاصو أنه ياخذ الإذن من الابن ديالها، لأنه من طبيعة الحال يعني هذاك الاسم ديال الأم ديالو خاصو يحافظ عليه، واخا هي توفات، يعني ماشي هي توفات صافي راه أي واحد يجي يغني الأغاني ديالها. كما كتشوفوا أنه قرر أنه يلجأ للقضاء إلى شاف الناس أو فنانين استغلوها أو استغلوا الفن ديالها، الأغاني ديالها. شكرا لكم والسلام عليكم.